ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جديدة للسردين. الطريقة دي كل اللي ما بيحبش السمك هيحبه بالطريقة دي. انا بسميها السردين البانيه لان طعمه بيبقى قريب جدا من البانيه. اول المكونات اللي انا بستخدمها بتخليه شكله في الاخر شبه البانيه، وطعمه رائع جدا ومفيد طبعا جدا للصغار والكبار. طبعا احنا شايفين شكله هو شبه البانيه بالظبط، كأنك متبل بانيه، يعني بانيه كداب، يعني هو مش بانيه، هو سمك سردين، واحنا هنعمله بطريقة تخليهولنا شبه البانيه بالظبط. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة انا معايا كمية